مستجاب ان شاء الله. لازم ندعي اول ما نفطر، لان وقت الفطار دون ساعة اجابة ان شاء الله. كده خلاص صلينا المغرب وخلصنا. هتبداي بقى تحسي كده بالخمول وان انت مش قادرة تقومي. لا، ما تستسلميش بقى للحالة دي، وقومي واشربي مشروبك المفضل. طبعا احنا عندنا القهوة والشاي والحاجات دي اساسا، يعني بعد الفطار في ناس بالنسبة لها الحاجات دي اساسية. فاشربي مشروبك المفضل بقى، نسكافيه، قهوة، شاي، وخلاص كده. وحاولي تفوقي نفسك. في بقى حاجتين: لو انتي بتصلي في المسجد فيبقى يا دوبك تجهزي وتنزلي على طول تصلي، عشان تلحقي تصلي العشاء والتراويح في المسجد ان شاء الله. تمام تمام. طب لو انتي بقى ما بتصليش في المسجد، يبقى تقومي على طول تدخلي المطبخ وتغسلي المواعين وتغسلي البوتاجاز وتنظفي المطبخ تماما بحيث ان هو يبقى زي الفل. بعد كده بقى احسن حاجة تعمليها دلوقتي هي انك تاخدي شاور دافي. ادخلي كده خدي شاور دافي وتودي وغيري كل هدومك، وابدأي استعدي لصلاة العشاء.